فن إدارة الوقت. إزاي أستغل يومي ووقتي صح؟ الوقت من أكبر النعم اللي ربنا مديها لنا، فمهم نعرف نستغلها صح. تعال أقولك كام نقطة كده ممكن نظبط بيها يومنا ونستغل بيها وقتنا بشكل حلو قوي. أول حاجة، نحدد أهدافنا في بداية اليوم. الأهداف يا جماعة مش شرط تكون حاجات كبيرة جدا، الأهداف ممكن تكون حاجات صغيرة قوي لكن بالنسبة لنا هي مهمة. فمهم ان احنا نقعد في اول اليوم ونحدد احنا عايزين نعمل ايه النهاردة. عايز اعمل كذا وكذا وكذا، عايز مثلا اقرا في الموضوع الفلاني، عايز اشتري كذا، عايز اكلم فلان. دي اهداف، الحاجات دي صغيرة بس هي اهداف. تاني نقطة، نرتب الاهمية بتاعتها، يعني نحدد بالظبط ايه هعمله الاول وايه هعمله التاني وايه هعمله التالت. يعني مثلا انا هذاكر في البداية كذا كذا كذا، وبعدين هنزل اعمل مشوار الفلاني، وبعدها هعمل كذا في البيت، وبعدها هشتري كذا، وبعدها هزور فلان التعبان، وهكذا. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا، ان انا اكتب الاهداف او المهمات اللي انا عايزة اعملها في اليوم بتاعي. الكتابة بتخليك تفتكر، ما بتخليناش ننسى، وبتخلينا نعلم على الحاجات اللي احنا حققناها، وده بيدينا شعور بالإنجاز. في آخر اليوم بص للي انت حققته، ما تبصش للي انت ما حققتوش. يعني بص على الحاجات اللي انت عملت عليها صح ان هي حصلت، وما تبصش على اللي انت ما عملتش عليه صح، علشان هتحطه تاني في مهام بكرة عادي جدا وهتحققه ان شاء الله. حاول تشجع نفسك، تشجيع النفس مهم جدا جدا. ومهم جدا في النص ان احنا كل ما نتشتت، ومثلا هنقعد خلاص اهو هعمل حاجة من اللي انا كاتباها، الاقي اي حاجة تانية تشغلني وهي مش مهمة قوي، اسيبها واكمل اللي انا بعمله عشان انجز النقطة اللي انا عايزة انجزها في الوقت ده. حاجات كتيرة بتشتتنا في اليوم لكن هي اوقات بتكون مفيدة، يعني حاجة زي الانترنت والسوشيال ميديا، زي الجيمز والتسلية، زي التلفزيون، زي النوم كمان. كل الحاجات دي مشتتات، لكن لو عملناها صح وفي وقتها المحدد هتكون مفيدة. احنا مش جايين نعذب نفسنا، عايزين ننظم الوقت، لكن في نفس الوقت عايزين نرتاح ونتسلى وننبسط. في شوية نصايح بقى بسرعة كده عايزة اديها لك علشان تساعدك على تنظيم الوقت. ما تضغطش على نفسك، خلي الجدول بتاعك مرن، يعني ما تقولش انا ليه ما عملتش ده النهاردة. لو حصلت حاجة شتتتك ما تضغطش على نفسك وتقول لأ وتقعد تلوم نفسك والكلام ده كله، لأ خالص. مهم ان انت تخلي الموضوع مرن. تاني حاجة، استغل وقت فراغك، بدل ما تضيع منه أجزاء كبيرة جدا في حاجات بسيطة وتافهة، لأ خليها في حاجات مهمة. اتعلم مهارة جديدة، اقرأ، طور نفسك، انزل امشي، قابل صحابك، كل ده. القراية كمان يا جماعة، القراية حاجة مهمة جدا، حاول تخليها جزء من يومك، ان شاء الله تقرأ صفحة واحدة هيفرق كتير جدا جدا معاك. كمان مهم ان انت تكافئ نفسك، مكافئتك لنفسك لما تنجز حاجة ولو صغيرة بتفرق كتير جدا. التشجيع مهم جدا للإنسان، كل ما تشجع نفسك وتحس بالإنجاز ده هيزود القدرة ان انت تعمل حاجات تانية اكتر. وخامس حاجة بقى، لازم نحس بقيمة الوقت. انا ما بقولش ان احنا هنغير الكون واحنا بقى هنخترع حاجات جديدة والكلام ده كله خالص. وقتك، كل انسان عارف وقته وعارف الحاجات اللي بيعملها وبتبسطه فيه وبتنمي قدراته، فكل واحد على قد حاجته دي لازم يحس بيها ويحس بقيمة وقته. تضييعنا للوقت مش هيفيد لكن هتحس بيه على المدى. ففكرة تضييع الوقت مهم جدا ان احنا ندركها، وانا بضيع وقتي في ايه. طبعا لازم ننبسط ولازم نضيع وقت في حاجات حلوة بتبسطنا، لكن ما نضيعوش في حاجات مش حلوة خالص ومش صح ومش مفيدة. اصلا كفاية ادراكنا بقيمة الوقت وده هيخلينا نغير تفكيرنا خالص. يا رب يكون الكلام ده مفيد ونقدر نساعد بعض بيه ونجربه ونطبقه ويفيدنا.